انا فلوسي ضايعه على اسلاك الشواحن بسبب سلك الشاحن، وان انا مش عارفه اشحن التليفون ولا عارفه اتكلم ولا اطلب حاجاتي ولا اي حاجه خالص خالص. اتاخرت، بس هي دي الاكله اللي بتنقذني بجد فعلا. بسرعه 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 عشان الولاد جعانين جعانين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ فيديو جديد من قناه اسرار دينا ومطبخها. عندنا اكله حلوه قوي وسريعه وسهله. ما تقعد بقى يا عم ساكت بقى مش عارفه اتكلم. كل ما افتح الكاميرا يتكلم. هندخل بقى كده على الاكل العربي الجميل اللذيذ اللي بصوا كده تاكلوه فيه كده يعني مليون تيست وتيست، وسهل برضه وسريع وبسيط ونتائجه مضمونه 100% لو حتى اول مره تجربيه في مطبخك. هنعمل ايه؟ هنعمل رز بخاري بالفراخ او بالدجاج زي ما بيقولوا. عندي رز بسمتي هنا غسلاه هنقعه بس في ميه. تابعي الفيديو للاخر وما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك وتكتبي لي كومنت حلو منك. يلا بينا بقى نبدا لان احنا متاخرين قوي قوي قوي. يلا بينا يلا بينا نشوف هنعمل ايه. نطلع نخش كده على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. واقول لكم المقادير والمكونات واحنا على البوتاجاز. تعالوا بصوا انا مدخلاكم جوه الحل، مفيش اكتر من كده. قلت لكم ان احنا هنعمل رز بخاري بالفراخ. هنا معايا فرخه مقسماها نصين كده خلاص، وعندي جزر وبصل وطماطم، ومعايا كمان زبيب هنا كده انا غسلاه ونقعاه في ميه. هنصفيه بقى من الميه بتاعته واحده واحده ان شاء الله. كل حاجه هتخلص معانا بسرعه. دانا تعالي ماما ثواني، تعالي ثواني. مش انتي جعانه؟ طيب تعالي يلا ساعديني بقى بسرعه. هاتي ازازه الزيت والسمنه من هنا يلا. انا قلت لك جعانه. حاضر انا بعمل الاكله اهو. السمنه اهي. هاتي الزيت يا ماما. يلا هاتي السمنه. شويه رز. ماشي. عايزه شويه. معانا كده ايه معلقتين من الزيت، وحط عليهم معلقه سمنه كمان. يا الله زبادي ماشي. نعم. حطي لي شويه هنعمل سلطه زبادي حلوه قوي قوي قوي. حطي لي شويه زبادي عشان اكل. ادي كمان معلقه السمنه. كتري كده وما تستخسريش عشان الاكله دي بتحب ايه يبقى الرز كده عارفين طري كده طري ولذيذ. ماشي. اول خطوه بقى هنعملها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده هننزل ايه بالجزر، تقطعيه كده صوابع، تبشريه عادي خالص اللي يريحك. ماشي. يا سيدي لسه كمان هنزل عليه كمان بكوبايه الزبيب. حلو الكلام. معلقتين كده. هنشوحهم بقى كده شوية. اول ما تلاقي بقى الزبيب كده كلبز معاكي طلعيهم من الحلة في طبق كده ايه على جنب. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي من اسهل الاكلات ومن احب الاكلات على قلبي بجد. يعني جميل وطعمه لذيذ
وبجد لما تاكليه مش هتبطليه. على فكرة انا بنتي ما كانتش بتحب الرز البسمتي خالص. يعني كانت يوم ما اعمله في اي اكله كده، ماما انا مش بحب الرز الطويل ده، مش بحبه. لما عملت البخاري بتحبه بقى جدا جدا جدا. وقالت لي انا يعني متخيلين لما طفله تقولك انا ما كنتش متخيله ماما ان انا هحب الرز ده. فبجد حلو قوي، جربيه وهيعجب ولادك جدا. دايما كده نوعي في الاكل، ولما تتزنقي كده في الوقت زي ما حصل معايا النهارده اعملي زيي. بعد ما طلعنا الجزر والزبيب نزلنا بالبصل كده على نفس الزيت والسمنه في الحله، وهسيبه بقى كده يتشوح شويه. وهنا كنت سخنت ميه نقعت فيها الرز بتاعي. خلاص هحط له بقى مستكه، متاح عندك مستكه متاح، مش متاح عادي هنحط له حبهان ورق لورا، والمستكه لو متاحه عندك. وهسيبه بقى كده منقوع. انا عايزه بقى الرز يشرب شويه الميه دول، المستكه بالمستكه يمستكوه، ونشوف هنعمل ايه. خلاص بعد ما البصل بتاعي دبل كده وابتدى ياخد لون كده اصفر، نزلت عليه بالفراخ بتاعتي. طبعا كمية الفراخ على حسب عدد افراد الاسرة، على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا دي فرخة حوالي 1.5 كيلو ونص كيلو من الرز. بس اهم حاجة ضروري تعملي خطوة نقع الرز في مية سخنة، خلاص، او تسلقيه نص سلقة على النار بس كده. خلاص هنحط بقى هنا حبهان ورق لورا، شوية مستكة، لومي، شوية فلفل اسود، وعندي كده بهارات كده حلوة برضو كانت جايالي من بره، حطيت رشة كده بسيطة بس مش اكتر من كده. وطبعا اساس الاكل بقى الخليجي او العربي الكمون، لازم يحطوا يا كمون حصى يا كمون بودرة يا زهرة الكمون، لازم يعملوا كده. فانا طبعا ما عنديش لا حصى ولا عندي الزهرة، فحطيت معلقة من الكمون وعود من القرفة بس كده. ما عندكيش عيدان قرفة، نص معلقة قرفة مطحونة مفيش اي مشكلة. هشوح بقى الفراخ مع البصل مع شوية البهارات بقى دي كده، وهتشمي بقى ريحة، بجد الريحة هتقلب البيت كله وهتطلع للجيران بقى. وبصوا حاجة خطيرة يعني. في بقى هنا خطوة انا نسيت اعملها فهقولك عليها، ولو نسيتي زي حالاتي عادي خالص انا هتصرف، هتشوفي انا عملت ايه. في الخطوة دي المفروض ان انا الطماطم ضربتها في الكبة عشان انزل بيها بعد ما شوحت الفراخ كده، فنسيت عادي، وجبت المية وحطيت المية بتاعتي عشان الفراخ تتسلق ونسيتها. بس عادي جل من لا يسهو، هفتكر عادي وهحطها وانا بسلق الفراخ بتاعتي. ولو نسيتيها خالص عادي برضو مش هتأثر عندي في الطعم قوي، بس هي يمكن بتدي تيست اعلى، بتدي طراوة اكتر للرز، بس مفيش مشكلة. بص عادي خالص ضربتها وحطيتها وعادي خالص، مش هتقلل او مش خلاص كده الاكله باظت، لا خالص عادي يعني. اتصرفي مفيش اي مشكله. هسيب بقى الفراخ بتاعتي كده تتسلق، وهحط كمان الكبده والقنصه بتاعت الفرخه. هملح الشوربه بتاعتنا والفراخ، هحط كمان نص الكميه بتاعت الجزر والزبيب اللي احنا كنا مشوحينهم. خلاص هعمل تيست كده للفراخ، هي كده يعني دخلت في السوا قدامها بتاع حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده. هسيبها بقى ال10 دقايق دول تكمل سواها كمان وتشرب بقى من الملح والجزر والحاجة اللي احنا عملناها. تعالوا بقى، بحب اعمل معاها سلطة الزبادي قوي بالخيار، بجد تحفة. ببشر كده خيارايه، المرة دي بقى خيارايه اللي بتتاكل فهبشر بقى كده الخيارة
ومعايا علبة زبادي كبيرة، وبحط لها ليمون وبس، مش اكتر من كده. اقلبهم بقى كلهم مع بعض كده، قلب كده. هنا ايه، ادي باقي الليمونة، نقلبهم بقى كده مع بعض. عندي بقى كمان ريحان ناشف، بديله طبعا النعناع الناشف، يعني لو عندك نعناع ناشف عادي خالص. وهفركه بقى كده ايه على سلطة الزبادي بتاعتي. يا تستاتك يا دينا، حاجة كده بقى ايه، مع لازم كده الاكل مزاج. في كمان طبعا الدقوس او الشتني، اللي هو بيبقى عبارة عن طماطم وثوم وبقدونس وشوية بقى خل وملح وكمون، تضربيهم كلهم مع بعض. برضو دي من السلطات اللي بتتاكل مع الأكلة دي. بس أنا حبيت النهاردة الزبادي بس عشان ايه يطري كده، احنا الدنيا حر بقى ومش ناقصين بقى ايه توم وكده يعني. هعمل بقى كده ايه، هاخد معلقة صلصة، احط عليها معلقة زيت، شوية ملح وفلفل اسود بس كده، عشان احطهم على الفراخ بعد ما تطلع، وادخلها بقى الفرن تديها لون بقى وطعم حلو قوي كمان. خلاص بقى كده الفراخ بتاعتنا خلاص استوت. حضرت الصينية بتاعتي، هطلعها كده من الشوربة. ما احتاجتش مني غير الشواية بس، يعني انا ما شغلتش الفرن كله، انا شغلت الشواية بس قبليها بشوية كده عشان تسخن لي الفرن، واول بقى ما تدخل تديها لون من فوق. بس انا مش محتاجة ان انا استخدم الفرن كله، لان الفراخ بتاعتي اصلا مستوية. هدهن بقى الفراخ بتاعتي كده بالصلصة والزيت اللي احنا عملناهم، تانيها بقى دهنة حلوة قوي كده، وتشوفي بقى اللون اللي هيطلع معاكي فظيعة فظيعة فظيعة. وزي ما قلتلك تقدري ان انتي لو هتعملي كله الرز مع الفراخ في نفس الحلة، مش هتطلعي الفراخ، اخلي الجلد خالص وحمريها تحميرة حلوة بس. وبعد ما تتسلق بتنزلي عليها بالرز وخلاص، بتكمل بقى سواها مع الرز وبتطلع برضو كمان جميلة. هنا بقى حطينا الرز بعد ما بقى شفته هو شرب المية اللي احنا كنا حطيناها فيها، حطيته بقى زي ما هو بباقي المية بورق اللورة والحبهان وكله. عايزة اقول لكم ريحة المستكة كانت مخلية الرز فظيع، الريحة كانت جبارة. بعد ما شرب ميته خالص كده نزلت بقى عليه بقية الجزر والزبيب كده فوق الوش، وهسيبه كمان 10 دقايق يكمل سواه ويشرب بقى كله من. شايفين لون الفراخ؟ لايك بقى حلو للون الفراخ ده فظيع. خلاص الرز كمان جاهز معايا. بقولك بقى متنسيش تعملي اللايك الحلوة، عايزة بقى لايكات حلوة للفراخ بقى وللرز البخاري ده، بجد جربيه ان شاء الله هيعجبك جدا. يلا بينا بقى نغرف احلى رز بخاري بالفراخ، بجد الريحة خطيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الرز، بصوا بقى لمعته جماله، بصوا كده تحسوا ان هو ايه، تحسوا ان هو طري كده، تحسوا ان هو عايز يتاكل، هو عايز يتاكل، هي ما فيهاش كلام. بصوا بقى لمعة الرز مع الجزر والزبيب خطير بقى. ويا سلام بقى لو زبيب احمر هيبقى رهيب. فعلا دي اكلة الانقاذ بالنسبة لي، لما اكون متأخرة ما بعملش الا دي. عايز الفراخ حمرناها اديناها لون تحفة يا سيدي. كلي وجربي وادعيلي. فظيعة بقى ايه. بصوا حتة الجزراية كده مع الزبيب مع الرز، ريحة خطيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خبر،
فظيعه بقى. خدي بقى ايه معلقه سلطه الزبادي. والله بصوا لو ما كانش سخن انا كنت كلت بايدي زي ما اخواتنا وحبايبنا بتوع الخليج بياكلوا، وزورنا طبعا على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. بس الرز سخن جدا. حبهانه مع الزبادي رهيبه رهيبه رهيبه. جربي الاكله دي لما تكوني مستعجله ومتاخره، وانت كمان ممكن لما يكون جايلك اي ضيف كده على فجأة، اسهل واسرع اكله ممكن تعمليها وهتشرفك قدام ضيوفك وهترضي ضيوفك وهترضي البيت كله. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وتكون فيديوهاتي قريبه. اقول لكم بحبكم قوي قوي قوي. باي باي باي. باي. تسلم ايدك يا ماما. حبايبي. تسلم ايدك. تسلم. عايزه اقول لكم ان هم طالعين من جوه على الريحه بيقولوا لي الريحه بتقول لنا تعالوا كلوني، فجربيها وخلي ولادك يقولوا لك كده. باي باي.